4 أذكار و4 أدعية و4 أعمال. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان نساعد بعض. لو حد مش عارف يشغل يومه بإيه، هقولك 12 عمل ممكن تعمل. ال 12 عمل وهم في مقدرتك تعملهم، وممكن تعمل منهم بعض الأعمال اللي قريبة لقلبك. 4 أذكار. أول حاجة الذكر اللي النبي وصى بيه، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فخلي الذكر ده عندك 100. عندك 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده الذكر الأول، 4 أذكار. الذكر الثاني 1000 لا إله إلا الله. الذكر الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الرغاوي وصباح النشاط وصباح الأعياد، وروايح كده التنظيفات والعيد كده والحاجات الحلوة. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقية الأذكار عشان بس أنا للأسف المقطع ما كملش معايا بتاع الداعية في الأول اللي كنت حاطاه الشيخ، أو الداعية مصطفى حسني. الذكر التالت نقول 1000 مرة اللهم صل على سيدنا محمد، أو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة طبعا اللي تحبيها. 1000 مرة، والاستغفار 1000 مرة، واللهم تقبل يا رب مننا. بدأت بإيه؟ بدأت لميت كل الغسيل بتاع الستاير، سوري غسيل، لميت الستاير كلها. وحطيتها في الغسالة كده، وعملتهم على دورتين لان الستاير كانت كتيرة، اللي هي الشيفون دي والاتنين اللي هما اللون المقلمين دول كانوا تقال، فحطيت دول لوحدهم ودول لوحدهم. ودخلت بقى على المطبخ على طول وقلت افور البوتاجاز قبل الحيطان. بصوا بقى، روتين تشجيعي درجة اولى. بس هنا غلطت غلطة هقول لكم طبعا عليها دلوقتي عشان ما تعمليهاش. بص، انا بحب في الفيديوهات ابقى صريحة لأبعد الحدود، عشان خاطر عايزة دعوة حلوة، مش عايزة بصراحة حد يقع في دروب او يعمل حاجة غلط زي ما عملتها. هنا انا حطيت ايه؟ الخلطة في كل بيوتنا اللي هي البيكنج صودا او البيكنج، اسمها ايه، بيكنج اللي هي الكربوناتو او البيكنج صودا، تمام. ومعلقتين منها ومعلقتين من الملح الليمون. ونزلت بيهم كده على العيون بتاعة البوتاجاز، وحطيت خل وصابون، ونزلت طبعا بمية سخنة. وبعدين نفس الخلطة، دي هنا كانت العيون سوري، المقابض او الأكرة بتاعة الغاز. فشلتها بالمرة لان طبعا كانت بتبقى مليانة دهون كتير قوي، لان طبعا اكيد مش كل يوم هنفكها. وحطيتها برضو مع عيون البوتاجاز، وحطيت نفس الخلطة على البوتاجاز من فوق وعلى الفرن كمان. بس ما حطيتش من جوه، انا نضفت من جوه بس. طبعا قطعت معاكم الفيديو لان ما كنتش عارفه انضف، لان كل شويه عارفه انا بدخل كل جوه فرنة البوتاجاز. وشلت طبعا الشوايه، وشلت انا الصاجه كده كده مش بستخدمها. انا ما اعرفش بقى اللي تحت دي اللي انا شلتها دي معاكم دي اسمها ايه، اكتبوا لي في الكومنتات. وطبعا لو اول مره تشوفيني، انا اختك سحر، ودي قناتي قناه روتينات. ما تنسيش بقى ان شاء الله اللايك الحلو بتاعك اللي بيدعم القناه، والاشتراك فيها، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ايه الغلطه بقى اللي انا عملتها؟ الغلطه اني الحاج صاحب البيت جه وانا بنضف، جه من الشغل يعني بريك كده ونزل تاني. فطبعا انا نسيت بقى، نسيت البوتاجاز ونسيت اني بنضف، وطبعا طلعت بره خرجت يعني. فسبت الحاجة، وده غلط، ده مش احسن حاجة. انت المفروض بقى بتعملي ايه؟ بعد ما بتحطي المية 10، المية المغلية اللي احنا حطيناها 10 دقايق بتبتدي تشتغلي. انا بقى للأسف بقى هنا سبت الحاجة كتير، فده مش احسن حاجة لانه بيبوظ امنة وكل حاجة، بس طبعا ما بتبقاش احسن حاجة في ان انت تسيبي. طبعا في الاول وفي الاخر دي البيكربونات مادة كاوية يعني، تمام، بتتفاعل يعني مع الحديد وكده. وجبت بقى هنا بقى الصابون، لميت طبعا كل الحاجة دي بعد ما دعكت طبعا بالسلك. انا جايبه السلك البلدي ده، بتشوفين طبعا بستخدمه في غسيل المواعين. وابتديت بقى كده واحدة واحدة انضف اي بقى حاجات بتبقى حروق، اي حاجات كده بتبقى لونها اسود لازقة في العيون وكده. وكان في العين بقى، ايوه، اللي انا جيت عندها دي، بس يا ريتني كنت عملت لكم عليها كلوز. كنت فقدت الامل اللي هي تنضف بسرعه. بصوا انا عماله يعني اكتر حاجه هتاخد مني دعك هي العين دي او الجزء ده. وكنت خلاص بقى قلت خلاص يعني انا نضفت على قد ما قدرت. وانا بصراحه ايديا على طول الحمد لله والشكر لله في البوتاجاز على طول. انا عايزه اقول لكم الحمد لله اللهم بارك، ده البوتاجاز اللي انا اتجوزت بيه.
هو نوعه كريزي. والحاجة الوحيدة فيه اللي مش عاجباني العيون، وطبعا حملات الظهر دي يعني مأساة. لكن غير كده طبعا اللهم بارك البوتاجاز زي الفل. وكل اللي بيشوفوا الأمانة مش شكرانية في نفسي، وده طبعا يرجع طبعا لأمي. يا رب كده دعوات كل يا ربنا يديها يا رب الصحة وإيه والعمر الطويل كده ويخليها لنا. إن هي كانت معودانا إن احنا دايما بعد كل، بص هنا بقى جيت وأنا بعمل كنت قلت خلاص هوريكم، حتى لقيته بتطلع فقلت لا انا اكمل بقى، فجبت هنا بقى سكينة وابتديت ان انا بقى ايه اعمل كده بس بالراحة 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 عشان خاطر ما تخدشيش الستانلس بتاع البوتاجاز. فكنت بالراحة بسايس. وبصراحة يعني اللي يطلع منك تمام، اهم حاجة ما تبوظيش حاجتك تمام، وتحافظي عليها على قد ما تقدري. بصي طلع ازاي، وفضلت بقى بالسلكة، جبت السلكة بقى تاني وبصوا عملت بقى ايه، بدعك جامد بقى علشان خاطر ده بالسلكة لكن مش بالسكينة او مش بالحاجة الحامية اللي انا بشيل بيها. تمام. والدتي بقى ربنا يا رب يديها الصحة يا رب والعمر، كانت معودانا ان احنا كل يوم بعد ما نخلص المواعين نغسل البوتاجاز. فده بيحافظ على عمر البوتاجاز معاكي، ان على طول بوتاجازك نظيف وعلى طول حاجتك كويسة. آه، فانا مبسوطة ان كل اللي بيشوف بوتاجازي بيفتكروا ان هو جديد. شايفين انا بعمل لكم كلوز على الحاجات اللي نزلت طبعا. لما سبتها شوية كل ده نزل. حاجة تانية بقى، انا مش بس هنا باكت مية سخنة بتغلي، عايزة اقول لكم انا مش بشيل الازاز بتاع البوتاجاز. طبعا انا عارفة ان ناس كتير ربنا يا رب يديها الصحة وستات بيوت شاطرة وبنوتات شاطرة بتشيل الازاز. انا بخاف، يعني انا بخاف اشيل الازاز، معرفش اعمله، وشفت حوادث كتير، يعني شفت حوادث كتير ان الازاز ما بيعرفش يرجعه زي ما كان او ان هو يتكسر، فانا بقلق. فانا بصراحه مش بشيله. طبعا شابوه لكل الستات والبنوتات الحلوه الامارات اللي بيشيلوا الازاز، انا ما بقدرش، انا بخاف جدا، جبانه من الاخر كده بقى. تمام. هنا بقى فضلت ايه بقى ايه ادعك كده مره واتنين. ودي طبعا اللي من تحت دي اللي مش عارفه احنا بنعمل ايه غير ان، بس انا طبعا مش بحط هي طلعت ان هو بيقولوا عشان لو عندك خبيز تخمري فيها، بس طبعا احنا ما بنعملش الكلام ده. وهنا بقى جبت بقى كده السلك وبقيت بدعك بقى وانضف وبالميه كده وارجع اغسل تاني وارجع انضف تاني. يعني انا بعد ما كنت غسلت مكان العيون، سوري المقابض بتاعه البوتاجاز او الاوكر يعني، ابتديت ارجع تاني اغسل اغسلها تاني بالصابون. قومي بقى كده بقى تشجعي لو لسه ما خلصتيش مطبخك، لسه قدامك حوالي 3 او 4 ايام، ان شاء الله يا رب كده على خير. تقدري ان انتي تعملي فيها حاجتك، حتى لو كل يوم اوضه صدقيني هتخلصي. بصوا بقى شايفين مرايه ازاي، تحفه، ما شاء الله اللهم بارك. ايدك في الحاجه هتبقى على طول بالمنظر ده. آه، وما تكسليش يعني، حاولي ما بيجي علينا وقت، بس ما نكسلش لدرجه ان احنا مثلا نقعد مثلا اسبوع ما ننضفش البوتاجاز، فطبعا ده كل ده بيتراكم، تيجي تنضفي ما بيبقاش احسن حاجه. بصوا هنا بقى كنت بقى ايه قفلت معاكم الكاميرا وجريت وعملت بقى من فوق ومن تحت ومن جوه كمان، يعني لمعت ونضفت من جوه كمان وغسلته. وبقيت ادلق ميه جوه، مش جوه البوتاجاز، انا بتكلم على الجزء اللي تحت اللي خالص. لاني طبعا مش بيبقى فيه اتربه وكده بالفوطه، ودلقت ميه. هنا رجعت المقابض، بس طبعا انا في التصوير اختكم بيني وبينكم ما بتعرفش تصور قوي، بحس اني اسفه، مش الزاويه بتبقى مظبوطه احسن حاجه، او مش بجيب الحاجه كويس. انا بوريكم العين رجعت زي ما كانت، بس الا البتاع اللي هي لونها اسود دي هي دي اللي دايما طبعا انا بقول لكم بقاله البوتاجاز اللهم بارك بقاله سنين، فطبعا يعني كتر الف خيره ان هو بالمنظر ده. آه، ايه تاني، وطبعا غسلت الحوامل. وهنا طبعا شكر كبير جدا لجوجو بنتي الكبيرة، وطبعا فوفا. جوجو هنا بعد ما انا اديتها العيون هي اللي غسلتها، والحاجات دي كمان حاجات البوتاجاز اللي انا دخلتها دي هي اللي عملتها، فميرسي قوي يا جوجو. آه، انا مش ارجع تاني اقول لكم انا مش بعرف اصور قوي، لسه طبعا جديده في قصه اليوتيوب. ف الحاجه اللي بحس فيها ان انا وأنا هوطي جامد لا مش هبقى مظبوطه فيها، فبصراحه بقفل الكاميرا وبعدها. بس انا بقول لكم بقى ان انا باينه ايه الجوانب بتاعته، وانا بجر بوطي كتير، وانا بدخل جوه الفرن طبعا بوطي كتير، فبيبقى التصوير معايا مش احسن حاجه لغايه ان شاء الله كده ما ايه مظبط الدنيا. هنا بقى احنا كنا بالليل، عايزه اقول لكم
يعني كنت بعد ما رجعت من الشغل وفطرت، لاني طبعا زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ان انا صايمه. اللهم تقبل يا رب منا ومنكم ان شاء الله يا رب كده في الايام الخير والبركه اللي احنا فيها. فقلت بقى ايه يعني فطرنا، وقلت لما اقوم بقى ان انا ايه، يعني انا فطرت والبنات طبعا متغديين معايا، فقلت بقى اقوم كده بقى ايه، فقمت زي ما وريتكم كده في اول الفيديو غسلت الستاير. وطبعا وانا بعمل الحاجات دي طبعا احنا بنبقى انتوا فاهمين طبعا احنا بنسرع الفيديو كده، فالحاجات بتاخد وقت جامد كأي ست بيت يعني طبيعية يعني. فابتديت ان انا ايه انشر، طبعا بوقف وبنشر الغسيل بتاع الستاير. فكان طبعا الستاير بتبقى شيفون فخفيفة فما بتاخدش نص ساعة على المنشر. فكنت هنا خلاص يعني حتى بعد ما خلص تلاقوني فرشت كمان الستاير، يعني غسلتها وفرشتها في نفس التوقيت يعني. دي أوضة البنات. دخلت أنا بصراحة كنت منضفة الكلام ده من حوالي 3 أو 4 أيام كنت قايلة لكم، بس طبعا ما صورتش. كان قبل العزومة اللي كانت عندي كنت قلبة الشقة كلها، يعني حيطان شبابيك مفيش غير شباك واحد بس هو اللي عندي ناقص ان هو يتعمل. ستاير آه، في ستاير كانت نزلت. في كمان الحاجات الحفظات وبقية السجاد كان نزل الدراي كلين. والحيطان كانت متلمعة وكل حاجة، فأنا كنت تقريبا مخلصة الشقة. فدي يا دوبك ده كده فرش العيد زي ما بيقولوا كل سنة وانتم طيبين. فبقيت أنضف وانفض كده واغير ملايات، وطبعا الارض كانت نظيفة اصلا، بس طبعا لازم دعكة العيد، لازم نهد نفسنا طبعا. فاول حاجه قلت ابتدي بيها اوضه البنات، خلينا نخلص بقى من كركباتها. طبعا برضو ما صورتش برضو احسن حاجه، دعواتكم كده معايا ان شاء الله كده آه، اعرف اصور افضل من كده واحسن من كده ان شاء الله. آه، ما صورت، ابتديت بالاوضه وابتديت بقى ايه اوريكم بقى انا عملت ايه فيها. وبعدين الدولاب برضو كنت منفضاه عاملاه دولاب صغير للبنات. عايزه اقول لكم ان انا اوضه البنات سرير واحد. آه، وسبحان الله كل ما باجي اجيب لهم اوضه، لدرجه والله الفتره اللي فاتت دي بس الفتره كانت بعيده شويه يعني من كذا شهر كده. لدرجه اني دفعت عربون للاوضه، بس ما حصلش برضو نصيب. يعني دعواتكم كده ان شاء الله نجيب لهم اوضه كده سريرين، عشان هم خلاص كبروا وما بقاش نافع موضوع السرير ده. وكنت مظبطه طبعا الصيفي والشتوي في الدولاب، انا وجوجو، وكمان والكمبيوتر نفضته وكل حاجه. آه، ودعكت كده الارض وشديت كده وجريت الميه. عايزه اقول لكم ميه كتير بس هي مش باينه هنا تقريبا ان الارض فاتحه مع الصابون وكده. بحط في الميه ايه، بحط في الميه كلور، وبحط كمان اسمه ايه بريكس تقريبا، بريكس مش بركز قوي في الاسماء عايزه اقول لكم، وذاكرتي ذاكره سمكه فما تعتبوش عليا يا جماعه، اسمه بريكس تقريبا. هنا بقى كانت المقشه والمساحه عليهم عفريت والله العظيم زي ما بكلمكم كده. كل لما اجي اسيب واحده الاقي التانية وقعت، امسك التانية الاقي الاولانيه وقعت. هنا بقى كنت بقى مسكت بقى المقشه ودعكت الارض كده بقى دعكه كده متينه. وعايزه اقول لكم الفيديو ده متصور بقاله يومين. بس طبعا عشان بسبب شغلي فما كنتش عارفه امنتج لكم، وانا دلوقتي بمنتج لكم الساعه 3:10 بالليل وهفطس وانام. بس طبعا انا ما نزلت لكمش امبارح فمش هينفع، لازم انزل لكم ان شاء الله النهارده آه، او يعني بكره الصبح، فقلت لازم بقى منتج قبل ما انام. آه، هنا كنت خلصت الحمد لله وبلم كده في الميه، وكنت بصراحة هقفل معاكم الفيديو على كده. يعني كنت خلاص بقى هفرش، وعملت معاكم كده دورة غسيل. غسلت فيها الستاير وغسلت البوتاجاز كده غسلة محترمة معتبرة للي كان طالب مني قبل كده تنظيف البوتاجاز اهو كده بقى تنظيفة عميقة 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 يعني زي ما بيقولوا. وهنضف قلت معاكم الأوضة وافرشها، ودي تبقى أول أوضة خلصت معايا في الشقة. دي حافظة من السجادة، مغسولة برضو ونضيفة الحمد لله. فرشتها. ما بحبش افرش سجاد في الصيف، بيحرر قوي، وبصراحة شيله وعاملين ده بيبقى صعب شوية عن الشتاء، بصراحة بيدفي اكتر. آه،
وخلصتها وكنت هقفل معاكم الفيديو على كده. بس زي ما بقول لكم الفيديو ده متصور من يومين. فانا لما رجعت بقى في الستاره، اول مره اعمل ستاره كده على فكره، دي ستاير كنت جايباها السنه اللي فاتت للريسبشن، قلت ستاير خفيفه كده بدل التقيل اللي عندي، هفرشه معاكم ان شاء الله في الريسبشن اليومين الجايين. بس عجبني بقى لما حطيته لهم هنا في الاوضه، قلت بدل ما اشيل واكربس في الدواليب. انا ما عنديش ستاير اطفال، مش بحب موضوع ستاير الاطفال دي بصراحه. هنا كنت خلصت بقول لكم باي باي. بس ده بقى تكمله الفيديو، مش انا اللي عامله الاكل. كنت انا هنا وقفت بقى خلاص كده الفيديو، همنتج على كده زي ما قلت لكم. بس لما رجعت من الشغل النهارده، عايزه اقول لكم انا راجعه من الشغل والله بعد اذان المغرب. يا رب كده، يا رب يوفقنا، ويوفقني في شغلي ويوفقني في بيتي ويوفقني ان شاء الله هنا في القناه. وبجد بشكركم جدا، انا مبسوطه قوي والله، حتى لو بزيد في اليوم بالفرد او بالاتنين مبسوطه. ده دليل ان في حد بيدخل وبيتبسط من الفيديوهات. حتى لو الفيديوهات اللي انا بعملها بتتعمل على مليون قناه غيري. اكيد كل واحد ليه اسلوبه وليه طبعه، اكيد بيعجب الناس حتى لو قليلين، انا مبسوطه بيهم. مبسوطه ان الفيديوهات الاول كانت بتتشاف اقل من كده، دلوقتي بتتشاف بالنسبه للاولانيه. طبعا القناه انا عارفه ان هي لسه في البدايه خالص، بس دعواتكم وانا مبسوطه والله، الحمد لله والشكر لله. وبشكر كل اخت واخ دخلوا في القناه عندي. يا رب تبقى الفيديوهات عجبتكم. هنا بقى لما انا رجعت من الشغل النهارده، لقيت جوجو بقى عامله لي فطار. اتبسطت جدا عايزه اقول لكم. هي بقى واتبسطت بقى ان انا لما شفت الفيديو كأن انا اللي بطبخ. عايزه اقول لكم انا معوده بنتي الكبيره، طبعا الصغيره دلوعه شويه عشان دلوعه بابا طبعا واخر العنقود. ربنا يا رب يصلح حالها هي وكل ولادنا وبناتنا. آه، الكبيره في المطبخ معايا في كل حاجه في البيت، في تنظيف في كده. وده برضو دعواتكم لوالدتي، ربنا يخليها لنا يا رب ويشفيها من اي حاجه وحشه فيها عندها يعني، ويخليها لنا. آه، ويبارك في صحتها وصحة كل أمهاتنا ويرحم أمهاتنا يا رب كده. وطبعا أي أم اتوفت ربنا يا رب يرحمها برحمته ويغفر لها. آه كانت معودانا واحنا صغيرين ان احنا ندخل معاها، بس انا ما كنتش بدخل مطبخ عشان نبقى ايه عشان انا بقول لكم بحب الصراحه ابقى صريحه معاك، انا ما كنتش بدخل مطبخ، بس كنت بنظف، كنت بدخل اغسل مواعين، كنت بغسل سجاد، كنت بعمل كل حاجه معاه، بس ما كنتش بدخل اطبخ يعني، ما كنتش بطبخ. انا طبخت لما اتجوزت. آه، فانا بقى معوده بنتي الكبيره على كده، سواء طبعا الصغيره لسه 11 سنه. ف ببتدي دلوقتي ان هي لا لازم تعملي، لاني مش بس كمساعده لينا في البيت كأمهات. احنا مش ضامنين بكره في ايه. لما تتجوز، هل مثلا جوزها هيبقى مثلا غير ان هو مثلا مقتدر ماديا هيقدر يجيب لك كل يوم شغاله تطبخ لك؟ اكيد لا. يعني حتى لو هيجيب لك حد ينظف لك، ولازم تبقي انت برضو عارفه بتنظفي ازاي. آه، اكيد طبعا مش هيجيب لك كل يوم حد يطبخ لك، ومش هنقضيها تيك أواي، لان الحاجه طبعا غير كده بقت مولعه نار، ومش احسن حاجه صحيا يعني. فده كده بيخلي البنت ان هي تدخل تبقى فاهمة الدنيا فيها ايه اكتر في المطبخ. ودي حاجة بتنفعها يعني. احنا لما بيبقى قدامنا دروب، إن كنت انا ولا اختي في بيت او في حاجة، لا يعني بصراحة بسبب تربية امي لينا. فده مش عيب مش غلط، احنا مش يعني في ناس تقول لا انتوا بتهونوا ولادكم بوقفتهم في المطبخ وان هم ينظفوا، لا طبعا ده مش صح تماما. بس اهم حاجه تبقي انتي موريه، يعني هنا هي دخلت لوحدها المطبخ وعملت كده لوحدها، ربنا يا رب يبارك فيها. هي عارفه هي بتعمل ايه، عشان بس ما حدش يدخل ويعمل اي حاجه لوحده فيبقى لا قدر الله في مشكله. بس هنا بقى هي بقى عملت لي سجق، وعملت لي سجق بالخضار، وعملت لي كمان مكرونه بالصلصه. آه، لايك بقى لاحلى جوجو، احلى فوفا طبعا. ربنا يخليهم لي ويهديهم ويصلح حالهم. زمن صعب، ربنا يا رب يستر يا رب على ولادنا وبناتنا كلهم يا رب. آه، فلما رجعت بصراحة كنت مبسوطة ان انا راجعة تعبانة. ما كنتش طبعا عارفة اعمل اكل ايه، طبعا كنت هعمل اكل، بس هو الفكرة ان انا راجعة تعبانة في الشغل من الصبح، من الساعة كانت كام، اعتقد كانت من الساعة تقريبا كانت 10، يعني نازلة من البيت 9 من 10، فراجعة البيت حوالي 8 و10، فكان بعد المغرب. فاتبسطت هنا بقى بتغرف. ميرسي يا جوجو. وطبعا لو وصلتوا معايا لغاية هنا شكرا جدا، يا رب ما اكونش
رغيت ووجعت دماغكم. متشكرة جدا لكل اللي وصل معايا هنا لغاية الفيديو، شكرا جدا. دمتم في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة، باي باي.